الورد ده جه لحضرتك. من مين؟ لا هو انا ما اعرفش بالظبط، بس هو جه وما قالش اسمه، قال لي اديه يعني لحضرتك. شكرا. طب ثانية واحدة، ثانية واحدة. شكرا. ميرسي ذوقك. انت بتعمل ايه منك ليه؟ ايه انا ما عملتش حاجه يا ست امل الراجل ده طردك ولا ايه؟ انا ما عملتش حاجه. العيال دي ناقصه رباية، الناس هي اللي بتاكلنا عيش والمعون اللي بتاكل فيه ما توسخوش. هي دي بقى الجدعنه؟ لو شفت اي عيل فيكم في الجماليه ما انا سايباه. ايوه يا باشا، كنت هنا في القسم كان في خناقه على فلوس وجينا نعمل محضر، بس ورحمه الحاج بقى يا باشا انا كنت شايف بس. وانت بقى اخبارك ايه؟ اخبار الثانويه العامه ايه؟ الحمد لله يا طنط، ادعي لي. لو هو اتمسك زي ما قلت لك هيعترف علينا كلنا. عشان كده بقول لك لازم نخلص منه قبل ما يتمسك. في حل تاني، انت تحاول تهربه. مش هنعرف. لا هتعرف. مش هنعرف، الرجالات دلوقتي رامينه ومش عارفين هم فين، وهي عيال اتمسكوا هم كمان ولا لا. الواد ابن الجيران الصايع البلطجي ده انا مش عارف هو عايز مننا ايه. مش عايز يسيبنا في حالنا، عمال يبرطم بكلام وسخ لو حد فينا طالع او نازل. ايه هو مفيش حد مالي عينه؟ محدش قادر يقف قصاده؟ طيب انا بقى ههرب بيك وحياة امك ما انا سايبك، ان شاء الله هتعرف فين في 60 ده. انت ازاي تاخد التليفون بتاعي من غير ما تقول لي؟ فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ فيها ان دي حاجه خاصه بيا والمفروض محدش يشوفها غيري. انا خايف قوي. خايف من ايه؟ انا بقول المفروض ده سيئة، واذا كان على الفلوس اللي باخدها منك كل شهر مش عايزها. انا مش فاهم ازاي الناس بقت تقدر تخون وتخدع بالشكل ده. انت لازم تخرج من اللي انت فيه ده. الدنيا مش هتقف عشان واحدة طلعت خاينة. انا مش زعلان ان نهاية خانتني. انا مش زعلان ان نهاية خانتني، انا زعلان من نفسي علشان طلعت مغفل عبيط وهبل. الحياة كانت باينة قدامي زي الشمس، ازاي كنت اعمل الدرجة دي؟ ازاي ما كنتش شايفها؟ ازاي ما كنتش شايفها؟ انا خلاص كفرت بالحب ده. انا كل اللي جوايا دلوقتي كره وبس. انا خلاص كفرت بالحب. انا كل اللي جوايا دلوقتي كره وبس. نفسي انتقم منها، نفسي ادمرها، نفسي انتقم منها، نفسي ادمرها. العلاقة ما بينهم كانت عاملة زي شركة مساهمة لإنتاج أطفال. حلو ده، حلو. وخارج نطاق الشركة دي كان كل واحد بيعمل اللي هو عايزه.